في صوت الآن دكتور هيثم؟ نعم، صوت مسموع جيد. جيد. أوكي. أوكي جيد. يعني كما هو معلوم 10 دقائق لكلا المتداخلين. نعم. نعم، خيرا إن شاء الله. دكتور هيثم، في تنبيه، يعني لو استوفيت العشر دقائق، يعني لم تكمل 10 دقائق، نعم خلاص تنتهي مداخلتك في الوقت الذي في الوقت الذي انتهى، فهمت؟ يعني جيد نعم، أفهم. دقيقة أو شيء، لن تقول أن تؤخرها أو ترجئها إلى المداخلة التالية. نعم موافق إن شاء الله. نعم خلاص، يعني هذا كان شرط لهشام كافر المغرب. لا بأس إطلاقا، لا بأس إن شاء الله. أوكي. أبدأ التسجيل أنا. ولا تحتاج إلى التسجيل لأن المباشر سيبقى في القناة. الاحتياط يا هشام، الاحتياط. أوكي. نبدأ مقدمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم سعيد الباحث المغربي لمن لا يعرفني. أدير هذه المناظرة بحول الله بين الدكتور هيثم طلعت سرور وهشام المعروف بكافر المغربي حول مسألة حد الردة في الإسلام. وسنبدأ بمداخلة لكافر مغربي يقدم فيها اعتراضات على هذه المسألة ب10 دقائق، فليتفضل. قبل أن تبدأ التوقيت صديقي سعيد، أسمع بعض الأصوات، يعني دخول وخروج ربما في السكايب أو الفيسبوك. لو تتوقف يكون أحسن. خلاص تحل المشكل. أوكي، إذا ممكن تبدأ التوقيت الآن. اتفقنا على 10 دقائق، 3 مداخلات لكل واحد. وأنا آسف لأن عندي الوقت ضيق، يعني لو أراد الأخ هيثم أن نضيف أكثر فممكن مرة أخرى، لكن الوقت عندي اليوم ضيق جدا لأن اتفقنا على المناظرة أمس، فكان الوقت ضيق جدا. طيب، أهلا بكل المستمعين من مسلمين وغير مسلمين. شكر للأخ سعيد الذي اقترح هذه المناظرة حول حد الردة في الإسلام. وأي مطلع ولو اطلاعا بسيطا على الشريعة الإسلامية إن سألته عن حد الردة سيجيبك بأنه القتل. طبعا حد الردة في الإسلام من أبشع الشرائع وأكثرها همجية، وبالتالي فهو كذلك من أكثر الحدود التي يحاول المسلم أن يجد لها تبريرات. بل الكثير من المسلمين ينكرون وجود هذا الحد أو يدعون تعارضه مع القرآن وما إلى ذلك من التبريرات الواهية المعروفة. لهذا أنا سعيد جدا بوجود الأخ هيثم معنا اليوم، لأن عقيدة هيثم هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا يتحرجون من دينهم ولا ينكرون ما جاء فيه. فلن أحتاج اليوم إلى إقناع مناظري بوجود هذا الحد في الإسلام، فهو يعلم ذلك يقينا. لكن لا بأس أن أذكر بعجالة بما ينص عليه الإسلام فيما يخص المرتد. فما هي الردة؟ الردة هي الخروج عن الإسلام، وهذا الخروج كما يقول الفقهاء قد يكون بالقلب أو يكون بصريح القول باللسان، أو ممكن أن يكون بفعل يتضمن ذلك، مثل التغوط أو التبول على القرآن أو ما شابه ذلك. الأحاديث في قتل المرتد كثيرة. عندنا حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري وصحيح مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. وهناك الحديث المشهور في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس
عن النبي: من بدل دينه فاقتلوه. هناك حديث آخر في صحيح البخاري كنت نشرته قبل أيام على صفحتي، حديث طريف، هو حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عندما أرسل محمد معاذا إلى اليمن عند أبي موسى، فعندما وصل معاذ وضع له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، وكان عند أبي موسى رجل موثق، فسأل معاذ: ما هذا؟ فأخبره أبو موسى أن الرجل الموثق كان يهوديا فأسلم ثم تهود. فماذا فعل معاذ؟ رفض معاذ بن جبل الجلوس حتى يقتل المرتد قضاء الله ورسوله، وكررها ثلاثا، كرر هذا الأمر ثلاث مرات، فأمر باليهودي فقتل. عندها جلس معاذ وبدأ يتجاذب أطراف الحديث مع أبي موسى، وكأن المرتد الذي قتلوه كان لا شيء. الإمام النووي في شرحه الحديث يقول: فيه وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على قتله، وقد أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة أم مستحبة، إلى غير ذلك من الخلافات في مسألة الاستتابة. ثم في حد الردة عندنا الإجماع الذي نقله جمع من العلماء، عندنا مثلا في المغني لابن قدامة في كتاب المرتد يقول ابن قدامة: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا. لم ينكر ذلك فكان إجماعا. ونقل الإجماع في أماكن عديدة، مثلا الحافظ بن عبد البر في التمهيد يقول أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته. لندع هذه النصوص التي استخرجتها، أنا آسف على هذا، استخرجتها من مقابر التاريخ الإسلامي الدموي، وننتقل إلى يومنا الآن. من أكبر الحقوق التي ينعم بها مواطن الدول التي تحترم نفسها حق الاعتقاد. فالمواطن له الحق في أن يغير قناعاته ويؤمن بما شاء. هذا الحق وغيره من الحقوق هو الذي يدفع بالكثير من الناس الذين يعيشون في دول لا تعطي هذه الحقوق بأن يحاولوا بشتى الطرق، أحيانا يغامرون بأنفسهم، يحاولون بشتى الطرق الهجرة من بلدانهم والذهاب للعيش في دول علمانية تضمن لهم العيش الكريم. فحرية الاعتقاد هو يعني خط أحمر في الإسلام. فالمسلم ليس له الحق في الخروج من الإسلام، سواء اقتنعت بالإسلام أم لم تقتنع لا يهم، أنت ملزم بالبقاء في هذا الدين، ملزم. فأظن أنه لا يوجد أي فرق بين ما تفعله عصابات المافيا وما تفعله الشريعة الإسلامية. فمجرد أنك تصبح عضو في هذه العصابة فلا تستطيع الخروج عنها، وإلا قتلت. أنا أتساءل: هل هذا الدين ضعيف لهذه الدرجة؟ هل هو ضعيف لهذه الدرجة لكي تدافع عنه بقطع الرقاب؟ أليس إله هذا الدين هو الذي يهدي ويضل من يشاء؟ فلماذا قتل الإنسان بسبب أفكاره؟ إن كنت تؤمن بأن هذا الإنسان فعل ذنبا في دينك وأنه يستحق العقاب، لماذا لا تتركه يحاسبه هذا الكائن الميتافيزيقي الذي تؤمن به؟
لماذا تقتله؟ فعندما اتصل بي الأخ سعيد الذي اقترح هذه المناظرة أمس واتفقنا على موضوع المناظرة، قمت بالإعلان عنها على صفحتي في الفيسبوك، فاتصل بي مجموعة من الأصدقاء وكذلك كتب البعض تعليقات مشابهة، كلهم يتساءلون عن جدوى مناظرة حول حد الردة. فالأمر محسوم، حد الردة هو القتل، والأخ هيثم لن يتجرأ على قول العكس. لكن صراحة عودنا الأخ هيثم على مفاجآت سارة، فأنا في شوق لسماع تبريراته لهذه الجريمة النكراء ضد الإنسانية التي تسمى حد الردة. كم بقي من الوقت أخي سعيد؟ دقيقة؟ أوكي. بقي دقيقتين أو دقيقة ونصف. أوكي، شكرا أخي سعيد، شكرا. كقاعدة عامة، عندما تجد اعتراضا كبيرا من المسلمين على شيء ما في دينهم، فاعلم يقينا أن هذا الشيء مخالف لإنسانيتهم، مخالف، وبالتالي هو مخالف لما يسمونه بالفطرة، هذه الطبيعة الإنسانية النقية. فالمسلم البسيط الجاهل بدينه إن سألته عن شخص كان مسلما ثم تحول إلى المسيحية مثلا، ماذا يكون جوابه؟ عادة يكون جوابه هذا أمر بينه وبين ربه، أو ليحاسبه الله، أو نسأل له الهداية، مثل هذه التعليقات. وهي طبعا هذه التعليقات ليس لها أي علاقة بالحكم الشرعي الذي هو وجوب قتل هذا المرتد. فأنا صراحة أنتظر بشوق تبريرات الأخ هيثم، فممكن أن يتفضل الآن مشكورا. نعم، يوجد صوت. السلام عليكم، تسمعني أخي سعيد؟ وعليكم السلام، تفضل دكتور هيثم. نعم. قدم مداخلتك. صراحة قبل أن أبدأ لابد أن تنوه على كافر مغربي أن التعرض للمقدسات غير مسموح، وهذا شرطي في أي مناظرة. تستطيع أن تعرض أي شبهة أي إشكال بأسلوب محترم، كما بفضل الله كل مناظراتي مع أي ملحد، فالعرض المحترم يجعل مصداقية حتى للحوار. هذا قبل أن أبدأ. فلا بد أخي الحبيب أن تدير الحوار، لابد أن تؤكد على هذه النقطة، لأن الشتم لا يعجز عنه أحد، التوبيخ والسخرية لا يعجز عنها أحد، القضية في النهاية مع من الحق. تسمعني؟ أخ سعيد تسمعني؟ أسمعك دكتور. نعم. طيب، إذن لابد أن تنوه على هذه المسألة، لأن هذا حق مكفول للطرفين. خلاص. زميل هشام، أتمنى أنك تلتزم بهذا الشرط كما هو أنه يلتزم بشروطك. فلا داعي أصلا للسب والشتم، لا أنت تعرف بأن السب والشتم ما هو إلا هروب، فلا داعي لهذه السبل، لأنها سبل لا هذا تضخيم للشبهة، يعني في مسألة تضخيم للشبهة لا أكثر. أن تسب وتشتم تضخم المسألة لا أكثر، أما في الواقع وفي الحقيقة هذا يعني لو أردت البحث عن الحق وتحريه فلا تحتاج إلى تسخيف الآخر أو تسخيف فكره. أنت تعرض ما لديك وهو يعرض ما لديه ويبدأ الحوار على ذلك. أظن هذه قضية يسيرة يعني. دكتور هيثم، قدم نعم. مداخلتك إن شاء الله. نعم، أقدم الآن مداخلتي بإذن الله. نعم. نبدأ على بركة الله. ابدأ حساب الوقت أخي الحبيب. نعم، تفضل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مسألة حد الردة، طبعا كثير من القراء في الملف الإسلامي يقرؤون قراءة سطحية أو قراءة بسيطة جدا، فلا يستوعبون المسائل أو يأخذون جزء مقتطع من هنا أو من هناك فيسول لهم الشبهة. أما أهل العلم الراسخون في العلم هذا يعني عندهم منضبط وعندهم المسائل محسومة ومنتهية. حد الردة ليس لمجرد ترك الدين، وهذه مسألة ألف باء فقه إسلامي. حد الردة
ليس لمجرد ترك الدين، وإلا فالمرأة عند كثير من أئمة السلف لا تقتل إذا ارتدت. إذن هذا ليس تبرير، هذا واقع سلفي آمن به أئمة الصحابة. فمثلا يقول كافر مغربي حديث عن ابن عباس، ابن عباس نفسه راوي هذا الحديث، يقول ابن عباس يقول: لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام. طبعا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة. وأيضا عن الحسن قال: لا تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام. وهذا الذي كان عليه كثير من الأئمة والسلف، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد أئمة الإسلام وخامس خلفاء الراشدين لم يعني في حديث وفي أثر له كان هذا الأمر واقعا. فعدم قتل المرأة مع أنها ارتدت هذا يعني أن مسألة الردة ليس لمجرد ترك الدين. أيضا وهذه النقطة خطيرة جدا، الحديث اللي ذكره كافر مغربي، وأنا أقرأ الحديث كاملا في سنن النسائي، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، المهم في آخر الحديث: أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله. إذن وضع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما قال الألباني الحديث صحيح: أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. إذن حد الردة مرتبط ليس بمجرد الكفر، وإنما لكون المرتد في الأصل محارب، وهذا الذي يعرفه كل من احتك بالمرتدين، أن المرتد في الأصل محارب. أما المرتد غير المحارب فقضية أخرى، وإن كانت قضية ليست يعني قضية بسيطة جدا، لكن الأصل في المرتد أنه محارب، ينقل ولاؤه وينقل عقيدته وينقل فكره إلى أمة أخرى وجهة أخرى. وأنا أتخيل لو أن الأمريكان دخلوا مثلا مصر، فأول من يلتحق بهم هم الملاحدة. هذا أمر يعني يسلم به كافر مغربي وأسلم به أنا، وهذه قضية يعني نعرفها. يعني أنا منذ أيام نقلت على حسابي على الفيسبوك صورة لأحد الملاحدة، ملحد مشهور يسمى إسماعيل، يقول بالحرف: حرب عالمية على الإسلام قريبا جدا جدا، سنقضي على هذا الشر نهائيا من على وجه الأرض. إذن لا فرق بين الملحد المرتد وبين أي مجرم على وجه الأرض، إلا أن الملحد لا يملك سلاح فقط. يعني الفرق بين الملحد وغيره أن الملحد لا يملك سلاح. فالمرتد صراحة في الأصل أنه محارب، لكن المرتد غير المحارب كالمرأة، المرأة لا تقتل إذا ارتدت، وأنا ذكرت الروايات. طيب، مرتد وفي حاله، مرتد مسكين، هل هذا الأمر ورد عن الأئمة والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد كثيرا جدا. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أقلني بيعتي، والحديث في البخاري: أقلني بيعتي، أنا خلاص أنا أسيب ملتك وشريعتك وهترك وأذهب خارجا. هل النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه؟ هل بعث من يقتله؟ يعني الحديث في البخاري: يا محمد أقلني بيعتي. أيضا في حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لا نذكر الأول بتاع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبي موسى الأشعري أخبر عمر بن الخطاب أن مرتدا قد قتل، مرتدا قد قتل، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. والحديث حسنه الألباني في التعليقات الرضية: اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. إذن القضية ليست لمجرد الردة كما يتخيل القراء السطحيون للفقه الإسلامي. يعني القراء السطحيون صراحة مشكلة نحن نواجهها في هذا العصر، ليس كافر مغربي وحده، ولكن أيضا التكفيريين وغيرهم، فهؤلاء كلهم ينطلقون من هذه القراءة السطحية. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن نفر ارتدوا من بكر بن وائل، 6 نفر ارتدوا من بكر بن وائل وحاربوا المسلمين كأي مرتد في أصله. هؤلاء ارتدوا وحاربوا المسلمين، فذهب أنس رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب يخبره بالأمر. فسيدنا عمر ماذا قال؟ لاحظوا، هؤلاء ارتدوا وحاربوا. قال عمر رضي الله عنه: لأن أكون أخذتهم سلما، بالسلم يعني،
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس صفراء أو بيضاء. هل هذه تبريرات يا كافر مغربي، أم أن هذا هو قول السلف والأئمة والصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. فسيدنا أنس تعجب وقال يعني دول حاربوا وارتدوا وحاربونا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنت عارض عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، أعرض عليهم الإسلام مرة أخرى أن يدخلوا فيه. كنت عارض عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن قبلوا ذلك، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن. إذا ما فعلوش كده وحاربوني مش هحاربهم ولا هقتلهم، ده أنا أضعهم في السجن فقط لا أكثر حتى أمنع شرهم عن المسلمين. والحديث في صحيح مسند الفاروق، صحيح مسند الفاروق. إذن هذه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأفعال صحابته الذين هم أئمة الإسلام. فالمسألة لا تؤخذ هكذا. وصراحة هذه مشكلة في القراءة المعاصرة للنص الديني. لكن أنا أتساءل، يعني كافر مغربي يقول هذه مخالفة للفطرة الطبيعية النقية. صراحة هذه الكلمة وترتني وسجلتها أمامي، وأنا بدأت أشك هل كافر مغربي نصراني؟ أنا والله لا أعلم ولا أتهمه، لكن فقط سؤال، يعني هل أنت نصراني مثلا؟ ما معنى فطرة طبيعية نقية في إنسان مادي ابن الطبيعة ابن المادة؟ هذه كلمة ملوثة ميتافيزيقيا. أيضا أنت تقول عن أن الردة أبشع الحدود. ما معنى كلمة أبشع؟ ماديا وإلحاديا قتل نفس هو إكساب طاقة حرارية لها. على المستوى المادي والإلحادي لا يوجد مانع من ذلك. وإلا فدعني أسألك، وهذا سؤالي الذي أسألك إياه في هذه المداخلة وأنتظر منك إجابته فورا عندما تأخذ اللاقط: هل يوجد مانع إلحادي من إبادة أهل الأرض جميعا؟ أنتظر الإجابة مباشرة، نعم أو لا. لن أتهمك باللف والدوران، لكن أود يعني أن نتعلم. وأنا والله أسأل الله أن ألتزم بالحق حيث كان ثم يرضيني به سبحانه وتعالى. يعني لا، الأمر ليس انتصارا للنفس، وإن كان فيه انتصار للنفس فهذا من شرنا ومن خطئنا، نعوذ بالله منه. فوالله أسألك فقط لنتحرى الحق سويا: هل يوجد مانع إلحادي من إبادة أهل الأرض جميعا؟ نعم أو لا فقط. هل في مانع مادي يمنعني النهاردة أن أنا أدمر أهل الأرض وأقتلهم؟ لو ملحد ظهر يا كافر يا مغربي وقال لك سأقتل أهل الأرض، ما هو المانع الحادي الذي تمنعه به؟ يقول آرثر ألينليف، وهو أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، في كتابه Economic Analysis of Law، يقول لا يوجد ما نستطيع أن نقول به أنه خطأ في مسألة حرق الأطفال بقنابل النابالم. لا نستطيع أن نقول أن إحراق الأطفال بقنابل النابالم شيء خطأ أو شيء سيء على المستوى الإلحادي. لا نستطيع إلحاديا أن ننكر أن إحراق الأطفال بقنابل النابالم أو أن نجزم بأن هذا خطأ. فالإلحاد يدمر معنى كلمة إنسان، يحول الإنسان إلى مادة تتلاطم فيها الذرات بلا معنى وتلتحم بلا هدف ولا غاية. فأنت صراحة كلمتك مخالفة للفطرة. هذه الكلمة تستفز أي إنسان يحاور ملحد، ولي الحق أن أستفز في ذلك. فأنا سؤالي لك الأول وهو: هل يوجد مانع إلحادي من إبادة أهل الأرض جميعا؟ سؤالي الثاني لك أيضا: إذا قام أحد الملاحدة بإدخال يعني مثلا من عرق بشري أرقى مثلا، بإدخال هيثم طلعت إلى أقفاص الحيوانات باعتباره كائن أدنى أو سلالة بشرية أدنى أو كائن يعني درجته البشرية في الأعراق البشرية أقل، هل يوجد مانع إلحادي يمنع من إدخال الأعراق البشرية الأدنى إلى أقفاص الحيوانات؟ إذن أنا لي سؤالين: السؤال الأول: هل يوجد مانع إلحادي من إبادة أهل الأرض؟ السؤال الثاني: هل يوجد مانع إلحادي من أن يقوم العرق الأرقى بشريا بإدخال الأعراق الأدنى إلى أقفاص الحيوانات واستخدام أعضاء هذه الأعراق في التجارب الدوائية وتقطيع أوصالهم وما إلى ذلك؟ فهذا السؤال صراحة الذي أسألك إياه. أما مسألة حد الردة فأنا أظن أن المسألة الحمد لله رب العالمين، أنت ربما عندك المسألة يعني قراءتك يعني إلى حد ما لم تشتمل على كافة النصوص، وهذا يعني لا ملامة فيه، لكن الملامة أن تنتقد بدون علم.
أسأل الله أن يصلحنا وإياكم، فأنا ليس لي إلا أن أنطق بما لدي من علم بسيط، والهداية من عند الله عز وجل، وليس لنا من الأمر شيء. لكم الله قد. أخي سعيد، لو وقت انتهى. وقت انتهى؟ نعم نعم تعال. نعم. لكم الله قد. السلام عليكم. تفضل أخي هشام. طيب، أولا أنا لا أدري عن أي عرض غير محترم قدمته، فأنا لا أظن أنني ذكرت شيء فيه انتقاص من الأخ هيثم أو انتقاص مما يؤمن به، فلا أدري يعني إن كان هناك شيء معين فليذكره، لا بأس بذلك. يقول قد سببت هنا أو سخرت هنا، فممكن أن أعتذر، لكن أنا أصلا لا أعرف أعتذر عن ماذا، لا أدري. طيب، أولا مسألة أن الردة ليست لمجرد ترك الدين كما كان متوقعا، ليس كما كان متوقعا لكن مفاجأة أصلا، هو أن الأخ هيثم الذي يعيب علي أنا أنني لا أعلم ما يوجد في دينه يقول كلاما مردود عليه. كل كلام هيثم مردود عليه. أولا في مسألة المرتدة، فالمشكلة هو ليس دائما فيما يقدمه هيثم أو ما يقوله من كلام، أحيانا ما يسكت عنه هيثم أنكى وأشد، ويسكت عن أمور، وحتى ما يقوله فيه أخطاء، وسأبين ذلك. أولا حديث ابن عباس الذي تكلم عنه ليس في مصنف ابن أبي شيبة، لكن لا بأس. نتكلم عن قتل المرتد في الإسلام. أولا الحديث الموجود في مصنف ابن أبي شيبة، آسف، كنت أريد الكلام عن حديث عمر، هو الذي ليس في مصنف ابن أبي شيبة، سأعود إليه، لكن نتكلم أولا عن حديث ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة. هو حديث أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن لم يكمل، هو هيثم لم يكمل، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه. هذا النص الحديث كامل، هو ذكر فقط قال ابن عباس لا تقتل النساء المرتدات، لا تقتل، لم يكمل الحديث. فأنا أستغرب لماذا لم يكمل الحديث كاملا. المفاجأة للأخ هيثم، وعجيب أنه لا يعرف هذا الأمر، هو أن هذا الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. روى البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي معلقا على حديث ابن عباس هذا، قال: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال: أما عن ثقة فلا، أما عن ثقة فلا. الأخ هيثم من مصر، ومصر على المذهب الشافعية، فجميل أن أرد عليه كذلك بمذهبه وما قاله الإمام الشافعي في كتاب الأم. يقول الإمام الشافعي في كتاب الأم، كتاب الحدود وصفة النفي، باب المرتد الكبير: خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة. يقول فيه الشافعي: وخالفنا بعض الناس في غير ما خالفنا فيه بعض أصحابنا من المرتد والمرتدة. فقال: إذا ارتدت المرأة الحرة عن الإسلام حبست، ويتكلم عن شخص آخر يقول هذا الكلام، ولم تقتل، وإن ارتدت الأمة تخدم القوم دفعت إليهم وأمروا بأن يجبروها على الإسلام. قال: وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين، هذا الحديث الذي ذكر هيثم، عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ولا تقتل. وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب، وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال هذا خطأ، هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه. فالحديث ضعيف وضعفه العلماء، لا أدري لماذا يستشهد به هيثم الأخ هيثم. لكن بغض النظر عن ضعف هذا الحديث، وأن جمهور أهل العلم مع قتل المرتدة كما ذكر ذلك ابن المنذر والإمام النووي وغيره،
والشافعي بنفسه في نفس الباب يقول نفس الكلام، يقول أن في قتل المرتدة، يقول أن قتلها أي المرتدة نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله من بدل دينه فاقتلوه، وقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الحديث المعروف. فيقول كانت كافرة بعد إيمان فحل دمها، كما كانت إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت، ولا يجوز أن يقام عليها حد ويعطل الآخر. هذا كلام الشافعي ليس كلامي. وأقول القياس فيها على حكم الله تبارك وتعالى. لو لم يكن هذا أن تقتل أن تقتل، وذلك أن الله تعالى لم يفرق بينها وبين الرجل في حد. فالشافعي وجمهور أهل العلم على أن المرتدة تقتل. فمحاولة تبرير الأخ هيثم غريبة وطريفة في نفس الوقت. يعني هل يريد الأخ هيثم أن يقنعنا بسماحة الإسلام وروعته وحنانه أنه استثنى المرأة المرتدة من القتل؟ يعني مثلا إن أخبرتك أن هتلر، للإشارة فقط على الهامش، هتلر هكذا تنطق بالألمانية، مثل كارل زيغموند بوبا هكذا تنطق بالألماني. فإن أخبرتك أن هتلر لم يقتل شعبا ما واكتفى بحبسه، لم يقتل شعب من الشعوب، لم يقتل منه ناس واكتفى بحبسهم، فهل هذا يعني أن هتلر كان إنسانا طيبا؟ النازية هي أمر جيد لأن هتلر يعني استثنى شعبا من الشعوب لم يقتله؟ فقتل المرتد حتى لو كان للرجل فقط فهو جريمة ضد الإنسانية، لا يشفع لها استثناء المرأة من ذلك. فأنا أستغرب صراحة يعني من هذا الرد من الأخ هيثم. أما عن حديث عائشة والذي فيه كذلك يعني كم هائل من أقول الأخطاء حتى لا يعترض الأخ هيثم. حديث عائشة، ماذا في حديث عائشة؟ يقول لنا الأخ هيثم أن فيه المحارب، أن المرتد يعني المفارق للجماعة هو المحارب. لكن الأخ هيثم أظن أنه لم يدرس الأمر بشكل جيد. أولا هناك لفظين عن عائشة، هناك طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة، الحديث مرفوع لعائشة: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل. هذا لفظ هذا عن طريق إبراهيم بن طهمان. لكن هناك روايتين، الرواية الثانية وهذا ضعيف، هذا الحديث حديث ابن طهمان حديث لأنه تفرد بهذا اللفظ، هو الوحيد تفرد بلفظ فيحارب الله عز وجل. أما الحديث الآخر عن عائشة والذي يوافق حديث ابن مسعود والذي يوافق حديث عثمان الواضح في أن من رجل كفر بعد إسلامه يقتل، الحديث الآخر عن عائشة هو من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن غالب عن عائشة مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل فيقتل. فحديث عائشة روي بلفظين، اللفظ الأول عن إبراهيم طهمان تفرد به ولا يكثرت له أصلا، لأن الحديث عندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة قتل المرتد، فهذا اللفظ تفرد به إبراهيم وضعفه جمع من العلماء. الحديث الآخر، كم بقي لي من الوقت أخي سعيد حتى استرسل أو أتركها للمداخلة؟ دقيقة واحدة فقط. عجيب. طيب، عندي تعليق كذلك على رواية الأخ هيثم فيما يخص حديث عمر بن الخطاب، سأتركها للمداخلة القادمة لأنها مهمة، وأظنه إن بحث الآن بين المداخلتين سيعرف أنه ارتكب فيها أخطاء سأوضحها بعد ذلك. هو لم يذكر حتى المرجع الصحيح، وما ذكره عن عمر هو فيه
بين قوسين حتى لا يقلق ولا يغضب هيثم، فيه تدليس أو ربما جهل أنه لا يعرف هذا الأمر. فسأتكلم فقط بسرعة قبل نهاية الوقت عن مسألة الفطرة. عندما تكلمت عن الفطرة قلت كما يقول المسلم عن الفطرة، لم يكن هذا كلامي أنا، قلت كما يقول المسلم عن الفطرة. أما مسألة هل أقبل أن تقتل الإنسانية جميعا لأنني ملحد، هذا ما يسمى عندنا. انتهى الوقت؟ لك 30 ثانية تكمل في هذه النقطة، خذ 30 ثانية. لكن هل هي من وقتي أم إضافة؟ اكمل 30 ثانية تكمل نقطتك، اكمل. إذا كانت إضافة أنا لا أريد الإضافة. إذا كانت إضافة، إذا انتهى وقتي قل لي انتهى الوقت. أنا فقط قلت لك 30 ثانية حتى تكمل نقطتك. هل هي باقية يعني من الوقت أم إضافية؟ ليست هي مني لك، فهمت؟ ليس فيها شيء. لا أنا لا أريد، أنا لا أريد، إذا كانت ليست من وقتي لا أريدها. خلاص انتهى وقتك. طيب شكرا عزيزي. دكتور هيثم تفضل. السلام عليكم، صوتي مسموع؟ وعليكم السلام ورحمة الله، صوتك جيد، تفضل. طيب الحمد لله. أولا الحمد لله رب العالمين، لم يجب عن أسئلتي كما توقعت. أسئلتي ما زالت مطروحة. لا يهمني إطلاقا قضية كافر مغربي أو غيره، لكن يهمني تحرير محل الخلاف لا أكثر ولا أقل. هل إلحاديا هناك مانع من إبادة أهل الأرض جميعا؟ هل إلحاديا هناك مانع من إدخال الأعراق الأدنى أقفاص الحيوانات؟ أنا أريد إجابة من واقع الإلحاد وليس من واقع ميتافيزيقي أو من واقع قيم إنسانية وجريمة إنسانية وكل هذا التمحك في الماوراء. فأنا أريد إجابة قاطعة. طبعا كلام كافر مغربي في مداخلته صراحة يعني بفضل الله عز وجل سأوضح الآن بعض المفاجآت. الحديث الذي قاله عن ابن عباس: النساء إذا هن ارتددن لا يقتلن ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه، بالفعل هو حديث ضعيف من رواية العقيلي في كتاب الدراية لابن حجر، فعلا ضعفه الأئمة. لكن الحديث الذي أنا ذكرته بفضل الله عز وجل ولم تكن فيه هذه الزيادة هو الحديث الصحيح: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام. الراوي عبد الله بن عباس، المحدث ابن همات الدمشقي في التنكيت والإفادة، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه. وطبعا الحديث كما يقول المحدث، وأنا المستمعون لديهم الآن الاتصال بالإنترنت يدخلون إلى الموسوعة الحديثية الآن ويكتبون هذا الكلام لئلا أكون مخطئ أو أدلس عليهم. يقول المحدث: تفرد به أبو حذيفة، وهو ممن يحتمل تفرده لجلالته وورعه وتحريه. إذن خلاصة حكم المحدث أن الحديث صحيح بدون هذه الزيادة. الصفحة أو الرقم 166. إذن الرواية التي أنت ذكرتها هي التي بالفعل ضعيفة، لكن الرواية بدون هذه الزيادة والتي أنا ذكرتها هي الصحيحة. إذن من المدلس منا؟ الحكم للجمهور، وأنا لا يعنيني إطلاقا إثبات خطأك أو صحتك. أنا القضية عندي والله هي بيان الحق حيث كان، ثم أنا سأكون أول الملتزمين به إن شاء الله. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. القضية هي تحري حق حيث كان. الحديث الآخر الذي أنت ضعفته وقلت لا يكترث له، وهو طبعا في سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها. طبعا الحديث أيضا اكتبوه في الموسوعة الحديثية الآن ليظهر من منا المدلس والمستمع والقارئ لهم الحق تماما في تحري من منا صادق أو مخطئ. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، كل بحسبه، المهم ترد شره خلاص عن أمة الإسلام. الراوي عائشة أم المؤمنين، المحدث الألباني من صحيح النسائي، الحديث رقم 4059. خلاصة حكم المحدث صحيح. إذن أنا أحيل المستمعين الآن إلى الموسوعة الحديثية ليتبين لماذا يكذب علينا الزميل كافر مغربي. وصراحة أنا يعني هذه الكلمة لو تجرحه يعني أسحبها، لكن لماذا تقول أنه ضعيف وهو الآن صحيح في الموسوعة الحديثية أمامكم؟ أما الحديث الآخر للحسن وهو في المصنف أيضا
لا تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، وأحاديث سيدنا عمر وما إلى ذلك. هذه المسألة ضبطتها، ولم يعد بفضل الله عز وجل في هذه المسألة كثير كلام إلا محاولة تضعيف الأحاديث الصحيحة حتى تجد لك شبهة في كتاب الله أو في دين الله. بفضل الله عز وجل لا يوجد على وجه الأرض دين سوى الإسلام. ما بقي اليوم هي وثنيات، معبودات بشرية، آلهة مادية، ولم يبقى على توحيد الأنبياء سوى الإسلام، الدين التوحيدي الأوحد على وجه الأرض. ما تبقى أصبحت آلهة بشرية كيسوع الناصري والروح القدس وآلهة الهندوسية الوثنية وما لا حصر له من الآلهة المادية. أما الإسلام الذي أنت قلت فيه كلاما جارحا في أول مداخلتك فهو الدين التوحيدي الأوحد، دين كل الأنبياء. لم يبقى على وجه الأرض من التوحيد سوى الإسلام بفضل الله عز وجل. مسألة أن الغرب يرفض هذه الممارسة وما إلى ذلك، الغرب يحارب من يحارب معتقده العلماني. المركزية في الغرب هي مركزية العلمانية وليس الدين، فلك أن تنتقد الدين عندهم كما شئت، أما أن تنتقد العلمانية فهذا ليس مسموح به، وأنت تعلم ذلك وكلنا نعلم ذلك. وقوانين مثلا منكر الهولوكوست معروفة. في النمسا من ينتقد محرقة اليهود يسجن 20 سنة، ده في النمسا والدول التي أنت استشهدت بها. في التشيك الحبس 8 سنوات لمن ينتقد محرقة اليهود بالكلام. إذن الكلام يحبس عليه الإنسان فورا في الدول التي أنت تمحكت بها. أيضا كثير من العلماء والمفكرين حبسوا فقط للكلام في الغرب، مثل ديفيد إيرفينغ، جيمس كيجسترا وغيرهم. هؤلاء مفكرون شككوا في بعض النقاط العلمانية يتم حبسهم. أيضا النهاردة عندك كارولين كروكر عالمة بيولوجيا تحبس فقط لأنها تذكر اعتراضا في أحد دروسها كلمة تصميم إلهي. لماذا؟ لأنه لا يقبل التشكيك في قيم العلمانية. مايكل إجنور يحبس لماذا؟ لأنه أيضا يذكر كلمة يفصل من عمله. لماذا؟ لأنه أيضا شكك في أحد القيم العلمانية. إذن القضية هي قضية المركزية. المركزية عندنا هي الإسلام. إذا أردت أن تكفر في بيتك وأن تعبد حجر فافعل ما تشاء، أما أن تخرج على الناس وتحارب أمة الإسلام فكل دساتير العالم تقر أن المحارب يحارب. هذه قضية عليها الاتفاق، وهي الحديث الذي رويته أنت، أو يحارب الله ورسوله. إذن فالقضية عندنا بفضل الله عز وجل محسومة ومنتهية. لا يوجد فقط إلا التمحك في الشبهة لإيجاد مبرر للكفر. أنا أتحدى أي ملحد، لا أتحداك أنت شخصيا، هذه الأمر يتسع لأي أحد يعني، وأنا الفيس حسابي على الفيس مفتوح لأي أحد، أن فقط يجد تبرير مادي، تبرير إلحادي لأي جريمة أيا كانت على الأرض. ماديا يا كافر مغربي، ودعنا نكون أكثر إنصافا وتوسعا في التحري، لا يوجد شر ولا خير، لا قداسة ولا نجاسة. وهذا كلام ريتشارد دوكنز في أكثر من مقولة كما في كتابه ريفر أوت أوف إيدن وغيره. خلاصة الكلام لا يوجد قيم مطلقة داخل المنطق الإلحادي تستطيع من خلالها أن تبرر أو أن تخطئ. في هذا الإطار لا تستطيع أن تصف أن إحراق الأطفال بقنابل النابالم شيء سيء، لا تستطيع أن تصف أن تدمير الجنس البشري شيء سيء. هذا الأمر مقبول ماديا والحاديا. أنا أتحداك الآن، وهذا السؤال الثالث لأن أنت لم تجب عن السؤال الأول ولا الثاني، أتحداك أن تعطي مبرر إلحادي، مبرر مادي يمنع من تطبيق مسألة الانتخاب الطبيعي كما قام النازي بفعلها في مشروع أكشن تي فور، أو كما أذكر بالألمانية أكزيون تيفيا. فهتلر قام والنازي قاموا بتدمير كل الأعراق الأدنى أو محاولة تدميرهم في مبدأ تطبيقي للانتخاب الطبيعي والنظرة المادية للبشر. قاموا بتعقيم الشباب، مئات الآلاف من الشباب، أنا لا أذكر الرقم الآن لكن ربما يتسع إلى 300 ألف شاب، قاموا بتعقيمهم أي منعهم من الإنجاب عبر تمرير أعضائهم الذكرية على تركيزات عالية من أشعة إكس. وطبعا قاموا بقتل أي أعراق يثبت أنها أعراق أدنى مثل الأقزام والمعاقين والمرضى بأمراض مزمنة. فلا يوجد مانع إلحادي أو مادي مما قام به النازي، بل هو عين النظرة الإلحادية للبشر. أنا أنتظر منك
أن تعطيني تبرير لما فعل النازي، أو تقول أنهم على حق وأن هذه هي النظرة الإلحادية للجنس البشري ولأي كائن على وجه الأرض على الإطلاق. صراحة النظرة المادية تفكك المعنى، تفكك القيمة، تجعل العالم مجرد شيء بارد حتمي تحكمه صيرورة مادية لا نستطيع من خلالها أن نوجد القيمة. لكن أنا وأنت نسلم بأن الحق حق، أنا وأنت نسلم بوجود الخير والشر. أنت الآن تقول يوجد شبهة في الردة، إذن أنت لا تستطيع أن ترفض التكليف الإلهي داخلك، لا تستطيع أن ترفض الفطرة حتى ولو تظاهرت برفضها، لا تستطيع أن ترفض المعنى ولا القيمة حتى ولو تظاهرت برفضهما. فأنت تسلم بذلك لأن داخلك صبغة إلهية، صبغة التكليف الإلهي، صبغة افعل ولا تفعل. فهذه الصبغة وهذا الذي جعلك تدخل إلى هذه المناظرة يجزمان لي ولك بأن الإلحاد فعلا مأزق، الإلحاد فعلا غير صحيح، الإلحاد فعلا لا يستطيع أن يحلل ظاهرة الوجود الإنساني. فأنت الآن مطالب ببساطة أن تقوم بتبرير مادي لإلحادك، تبرير مادي لعدم إبادة أهل الأرض أو أن توافق على إبادتهم. أنت مطالب. طب لحظة سيد 30 ثانية. تفضل. نعم، أنت مطالب أيضا بتبرير جريمة النازي في مسألة الانتخاب الطبيعي وقتل أعراق بشرية كاملة بمسمى البقاء للأصلح. إذا لم تفعل ذلك فالأمر بين والأمر ظاهر لكل من يستمع إلينا ويعلم أن الإلحاد لا يستطيع أن يفسر ولو من قريب ظاهرة الوجود الإنساني. الإلحاد فقط يسفسط الأدلة لكن لا يستطيع أن يستقيم له دليل. الإسلام بفضل الله عز وجل هو الدين التوحيدي الأوحد، الإسلام بفضل الله عز وجل هو أصل دين كل الأنبياء. لا يبقى لي إلا أن أشكر أخي الحبيب سيد، وأن أتمنى من كافر مغربي أن نوفق لحوار باحث عن الحق وليس باحث عن الانتصار للذات. ولو وجد في كلامي بحث عن الانتصار للذات فأستعيذ بالله منه، ولكم اللاقة إن شاء الله. شكرا لك الدكتور هيثم. هشام تفضل، لك 10 دقائق. شكرا أخي سعيد. كما كان متوقعا، وأظن أن هذا الأمر لا يمكن أن تتفاداه في حوار مع الأخ هيثم، وهو مسألة سقطت الطائرة في الحديقة. فهيثم يريد أن يتكلم عن الحديقة وأنت تريد أن تناظره في الطائرة، فستسقط الطائرة في الحديقة وسيتكلم عن الحديقة. فموضوعنا هو حد الردة، لكن هيثم ربما 80% من كلامه هو مثل المناظرة السابقة، بدأ بكلام قليل جدا عن موضوع المناظرة الجهاد، ثم بعد ذلك انتقل إلى رجل القش المحبوب عنده والمغالطة البهلوانية. لست أنت بهلوان أخي هيثم، فسوء الفهم هذا حدث في المناظرة السابقة. مغالطة رجل القش اسمها كذلك مغالطة بهلوانية، والبهلوان ليس هو الكلاون الذي يلعب في السيرك. البهلوان هو الأكروبات الذي يتلاعب بأحجار، وهذا هو ما يفعل من يستعملون هذه المغالطة. فسأجيب مباشرة على أسئلته حتى لا يقول أنني لا أجيب على أسئلته، رغم أنه يستعمل استراتيجية الرشاش، فهو يلقي الكثير من الكلام. طبعا يحتاج ساعة لأرد على كل هذه الأشياء، لكن سأحاول بسرعة أن أعقب عليها واحدة تلو الأخرى. أولا سؤاله عن هل إلحاديا هناك مانع من قتل الناس جميعا، فهو يظن أن الإلحاد، أو لا يظن، هو يعرف أن الإلحاد ليس بدين، وأن الإلحاد ليس بمنظمة أو حزب أو عندنا كتاب مقدس. هو يعرف هذه الأمور، لكن ربما يذكرها رغم ذلك لأن الناس تنتظر منه أن يقول مثل هذا الكلام. فالإلحاد لا يعني إلا عدم الإيمان بوجود آلهة فقط. الإلحاد ليس كتاب مقدس، الإلحاد ليس قانون تستمد منه طريقة حياة. فعندما تسألني هل إلحاديا هناك مانع من قتل الناس جميعا، أقول لك بأن أخلاقيا هناك مانع من قتل الناس جميعا. سيكون سؤال الأخ هيثم ربما يكتبه الآن على ورقة، هو ما هو مصدر الأخلاق؟ فسندخل الآن في نفس المناظرة التي كنا فيها المرة السابقة، وهي أصل الأخلاق، وهل الأخلاق عندها قاعدة في البيولوجيا، ومن أين جاءت الأخلاق، والأخلاق الموضوعية، وكل هذا الكلام. الأخلاق هي نتاج
تراكم التطور البشري، فالمجتمعات أخلاقياتها وقيمها تتطور مع الوقت. أما القاعدة التي أستند عليها أنا ويستند عليها الكثير فهي القيم الإنسانية المعترف بها دوليا، مثلا عدم عمل الأطفال، عدم الاعتداء على الدول، عدم كل هذه الأمور هي أشياء جيدة، وهي وصلت لها الإنسانية عن طريق هذا التراكم، عن طريق هذه التجارب، عن طريق تطور الإنسان. والعلم اليوم هو أحسن أداة لنتعرف به على ما هو أخلاقي وما هو لا أخلاقي، لأن الأخلاق عندها علاقة بالمضرة والمصلحة، فما فيه مضرة هو لا أخلاقي. والعلم يقول أن الأشياء التي فيها مضرة، مثلا أنا لا أريد أن أفتح موضوع جديد، لكن زواج الصغيرة فيه مضرة للصغيرة نفسيا، العلم يقول أن هذه المسائل، فهذه المسألة ليست أخلاقية. فالعلم من العلم ممكن أن نتعرف على هذه الأمور. أنا لا أحتاج إلى كتاب من العصر البرونزي أو أحتاج إلى خرافة ما لكي أؤسس لأخلاقي، فالأخلاق والقيم الإنسانية دائما في تطور وفي تحسن، وهذا هو الشيء الجميل في أن لا تكون متعلق بدين فيه قتل المرتد الذي هو موضوعنا اليوم، الذي هو من أبشع الجرائم ضد الإنسانية. فبدل أن يوضح لنا الأخ هيثم كيف أن قتل المرتد هو شيء جميل ويتماشى مع قيمنا الإنسانية، يحاول أن يعكس أو يقوم بهجوم معاكس من أين لك الأخلاق، وإثبت لي أن الأخلاق لها مصدر وهذه الأمور، حتى يتهرب من مشكلة قتل المرتد في دينه. فهذا هو نفس الجواب على ما سأل إدخال شخص لقفص في حديقة الحيوان. هو يسأل هذه الأسئلة طبعا استراتيجية الرشاش حتى لا أستطيع أن أجيب عليها جميعها، فيذهب يجري بها ويقول أفحمته ونسفت كل حججه وضربتها في مقتل في هذه المناظرة. أعود إلى مسألة قتل المرتدة، وأنا أظن إما أن الأخ هيثم لا يسمع ولا يستوعب ما أقول، أو أنه ربما يفعلها عن قصد، فهو يتجاهل كل ما أذكره وكأنني لم أذكره. في البداية قلت بأن قتل المرتد أو المرتدة هي التي كانت محل الخلاف، قلت أنها على قول الجمهور أن المرتدة تقتل مثلها مثل الرجل، وذكرت هذا الإجماع، ذكرت كلام الشافعي، ذكرت كلام ابن المنذر، ذكرت هذه الأمور. لماذا تتجاهلها أخي هيثم؟ أنا ذكرت هذه الأمور. فالمرتدة هي محل خلاف، لكن جمهور أهل العلم على قتل المرتدة، انتهى الأمر. فأنا لم أقول أن المرتدة لا تقتل، يعني أن تأتي بقول لإمام ما لعالم ما وتقول أنه قال كذا وكذا، فأنا أتفق مع هذا الأمر. هناك البعض الذين قالوا لا تقتل المرتدة، تسبى، لكن أنا علقت على الأحاديث التي أتيت بها، ومن بينها مسألة قلت في عائشة في لفظي حديث عائشة. عندنا الحديث بلفظ آخر عن عائشة تقول بأن الرجل الذي كفر بعد إسلامه. يعني هل تريد أن تقول الآن أن هناك تعارض بين حديث الذي يقول محارب والآخر يقول كفر بعد إسلامه؟ ليس هناك تعارض. عندنا حديث ابن مسعود الذي فيه قتل المرتد، عندنا حديث ابن عباس الذي فيه قتل المرتد، فليس هناك أي خلاف عند أهل العلم، عند أهل السنة والجماعة في أن المرتد يقتل. ليس هناك شرط لأن يكون محاربا، هذا الشرط وضعه الأخ هيثم لضرر الرماد في الأعين. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة ما يقول بأن المرتد الذي لا يحارب لا يقتل. هناك ردة مجردة وهناك ردة مغلظة. ممكن أن تعودوا إلى كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية. هناك نوعين من الردة، المجردة والمغلظة، كلاهما يستوجبان القتل، كلاهما. فلا ينفع المرتد أن يكون مرتدا فقط ويصمت ويقول أنا مرتد لكن لا أحارب الإسلام. تقتل. المسألة في الاستتابة فقط. إن كنت محاربا يعني ردتك ردة مغلظة فتقتل دون استتابة، أما إن كنت مرتدا ردة مجردة فتتم استتابتك وتقتل إن لم تعد للإسلام. في حديث عمر الذي ذكر الأخ هيثم، أولا الرواية هي في مصنف ابن أبي شيبة عن عمر قال بأنه قال بالسجن عندما قال أنه يسجن هؤلاء الذين ارتدوا، فهو يتكلم عن الاستتابة
يعني سجن المرتد 3 فإن تاب وإلا قتل. ولو استعمل نفس المرجع الأخ هيثم في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب السير ما قالوا في المرتد كم يستتاب، عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال لما قدم على عمر فتح تستر وتستر من أرض البصرة سألهم هل من مغربة؟ قالوا رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه. قال ما صنعتم به؟ قالوا قتلناه. قال أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه 3 فإن تاب وإلا قتلتموه. فعندما يتكلم عمر عن سجن المرتد ليس السجن بمعنى أنه سيسجن وانتهى الأمر، يتكلم عن السجن بمعنى الاستتابة. يقول ابن عبد البر في الاستذكار عن الحديث الذي ذكره الأخ هيثم يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا، فإن لم يتوبوا قتلوا. ويقول هذا لا يجوز غيره لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه. هذا ابن عبد البر في الاستذكار يشرح لنا الحديث الذي أتى به هيثم ويحاول أن يقول لنا أنه ليس له أن المرتد يسجن فقط. هذا بين قوسين تدليس أو جهل. في مسألة طبعا صعب أن تعلق على أشياء ليس لها أي علاقة بالموضوع، لأن الأخ هيثم استغل كل وقته في الكلام عن الأخلاق والإلحاد، لا توجد أي علاقة في هذا الأمر. فيقول بأن منكر الهولوكوست في النمسا يعاقب ب20 سنة. أنا أريد المرجع إن أمكن في مداخلتك القادمة. أما عن عقوبة منكري الهولوكوست أو أن هناك قوانين تمنع الناس من الكلام عن الهولوكوست، أنا تكلمت عن هذا الأمر قبل مناظرتنا كثير من المرات، وقلت بأن هذه القوانين التي فيها لا يهم ما فيها حتى لو كانت. نعم انتهى الوقت ولك 30 ثانية تكمل فيها مداخلتك. شكرا، سأكمل فقط هذه الفكرة. هذه القوانين حتى لو كان فيها غرامة مالية فقط أنا ضد هذه القوانين. كل إنسان له الحق في أن يعبر عما شاء. هل إذا النمسا كان عندها قانون ظالم هل هذا يعني بأننا نتبنى هذا الأمر لأنها النمسا؟ أظن هذه عقدة الغرب التي موجودة عند المسلم، يظن بأن كل ما فعله الغرب يجب أن نتفق معه. آسف أنني لم أستطيع أن أعقب على جميع النقاط لضيق الوقت، فشكرا للأخ سعيد وشكرا للأخ هيثم. تفضل. شكرا لك دكتور هيثم. هذه ستكون مداخلة ختامية. لا بأس إطلاقا، ولو وددت أن نكمل إن شاء الله لا بأس عندي أيضا. هشام ما رأيك؟ عندي ضيق في الوقت للأسف، يعني لو نحدد يوم آخر أنا ليس عندي مانع، لكن اليوم عندي بعض الالتزامات. على فكرة ملاحظة يا هشام، ملاحظة صغيرة يعني. تفضل. طبعا أنا قليل المتابعة لليوتيوب وما إلى ذلك. إذا لديك أي تعليق على أي فيديو من فيديوهاتي يمكنك بكل بساطة أن ترسل لي رسالة خاصة، وحسابي على الفيسبوك معروف، تقول يا هيثم عندك خطأ في كذا، أنت جاهل في كذا، نجري حوارا حول هذه النقطة. أما صراحة أنا أعتبره فعل خاطئ تماما ومنافي لأدب الحوار أن تقوم بعمل تعليقات كثيرة جدا على فيديوهات كثيرة لي. والله وأنا أحلف بالله أني لم أستمع إلا ربما إلى بعض فيديو وجزء من فيديو آخر الذي عملت عليه الرد عليك، لكن الإخوة يقولون رد على كذا رد. ما عندي وقت أصلا، لكن الذي واثق من علمه واثق من ضبط مسائله يقول يا هيثم أنت أخطأت في كذا، أنت جاهل في كذا، نتحاور فيه. أما هذه المسألة التي تعد يعني أسلوب لعب من الظهر، يعني صراحة هذه يعني الوقت لا يتسع لتتبع كل أحد يرد أو يحاور. من يريد أن يخطئني في مسألة وأنا على الرحب والسعة تماما، وإذا أخطأت أقول فعلا أنا أخطأت في كذا وأحاول أن أصحح نفسي، فلا يوجد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه المسألة صراحة أنا يعني كثير من الأحبة يا هيثم رد على نقطة كذا ونقطة كذا، يعني ما عندي وقت، لكن صراحة إشكالات كثيرة جدا ولن أذكرها هنا لأن هذا ليس من حقي أصلا، لكن إشكالات كثيرة جدا وأخطاء كثيرة لا تنتهي، وليس عندي وقت لعمل فيديو، وعمل فيديو هذا صعب صراحة يأخذ وقت ومونتاج وما إلى ذلك. فإذا أنت أردت تخطئة هيثم في نقطة قل يا هيثم هنا أنت أخطأت في كذا، يا هيثم أنت لست مثلا دكتور كما أنت قلت قبل ذلك، أنت أخطأت. أنا لم أقل هذا. تصحح لي.
نعم. أنا لم أقل لا أنك أعرف. ليس دكتور، أنا لا أعرف. قالوا لي لا أنا لم أقل هذا. والله راسل أنا لا يعنيني أصلا، أعتبر هيثم هذا يعني تافه، لكن كل هيثم أخطأ في كذا ثم نحاور. أيضا يعني كثير من النقاط تحتاج فعلا إلى ضبط وإلى حوار، لأني بفضل الله عز وجل يعني المسائل أنا أبحثها قبل أن أحاور فيها، وما أخطئ فيه هذا ليس معصوم منه أحد. حتى مسألة النمسا والله الرابط أمامي الآن وأرسله لك إن شاء الله. وهذه المسائل كثيرة جدا وتحتاج فقط إلى تحري للحق حيث كان، ثم نرتضي به أنا وأنت. دكتور هيثم، أما فعل فيديوهات من خلفي فهذه صراحة أعتبرها شيء ليس بجيد، ويحتاج إلى تحرير ونقاش ونتحاور سويا، لأني ليس عندي فكرة أرد على فيديو بفيديو ثم ترد علي ثم لا، ليس عندنا هذه الأوقات لهذا الأسلوب. إذا وجدت نقطة معينة هيثم جاهل فيها تقول أنت أخطأت في كذا، كما أنت فعلت في هذه المناظرة، قلت هيثم أخطأ في حديثين، وضحت لك أنك أنت الذي أخطأت بكل بساطة. لا وأنت الحمد لله لم تعلق عليهما. هذا هو الحسن الحق. لا، وضيق الوقت فقط. هذه المشكلة. أنك لماذا أنا أصلا وضعت فيديو في المرة الأولى في مناظرتنا؟ لماذا وضعت فيديو تعليق؟ لأنك أخذت المداخلة الأخيرة كانت لك وقدمت فيها كم هائل من الأخطاء، فكان يجب أن أعلق على هذا. أنت بدأت مداخلة أولى، من البديهي أن أنا أخذ مداخلة أخيرة. أنا أتفق مع هذا، لكن أنت قدمت الكثير من الأخطاء، من حق الناس أن يتعرفوا على الأخطاء. قل يا هيثم تعال نتحاور فيها. عزيزي هيثم، لو أنا لا أدري صراحة لماذا يعني كانت عندك هذه ردة الفعل. أنا أفرح إذا قدم إنسان فيديو عن شيء قدمته. بالعكس أنا عملت تعليق على هذا الأمر ونزلته على قناتي على اليوتيوب، لكن ليس عندي وقت. أنت عملت كم فيديو للرد علي؟ سؤال. لكن ما هو كم فيديو عملت؟ واحد. لكن ما هو المشكلة؟ والله أنا لا أعرف. لكن ما المشكلة أخي هيثم؟ يعني إن كنت قلت بخطأ خطئني في مسألة قل يا هيثم نتحاور، ولا مشكلة عندي الحوار مع أي أحد، والحمد لله حسنا. أرجوكم لا تتداخل الأصوات. دكتور هيثم اختم مداخلتك ب10 دقائق. نعم خيرا بإذن الله، لكن أحببت أن أوضح حتى يعني إذا أردت الآن. طب لحظة يا سيد، لحظة أخي الحبيب. إذا أردت الآن يا كافي المغربي وأنا أقول مداخلتي الأخيرة ووجدت أي خطأ سواء في رابط ملف النمسا التي تحكم ب20 سنة أو أي خطأ في أي حديث، قل يا هيثم أنت أخطأت، ونكمل هذه المناظرة مثلا الآن وتقول لي أخطأت في كذا ونتحاور فيها. أما مسألة أن تطلب من هيثم أن يرد فيديو على فيديو، ما عندي هذا الوقت، وما يعني هذا ترف في الحوار. الحق بفضل الله عز وجل بين، وأنا بفضل الله عز وجل يعني الأحبة في المجموعات على الفيس وغيره يعني ردودهم على كل شبهات الملاحدة محسومة ومنتهية. يعني نحن فقط نقرر ما تقرر، لا أكثر ولا أقل. هذا هو السبب وضع فيديوهات، لنوضح أن كل ما تنشره على الفيسبوك وعلى الفيديو فيه كم هائل من الأخطاء، فهذا شيء عادي جدا أن نعقب على هذه الأمور. هشام لحظة هو بدأ مداخلته. لا ليس لك أن تتكلم في لا، ولم يبدأ مداخلته الأخيرة. لا أخي سعيد، لم نبدأ بعد سعيد، لم نبدأ بعد. هو تكلم الآن 5 دقائق دون أن أتكلم بكلمة، لم يعمل مداخلة أصلا. لم أبدأ مداخلتي أصلا. أنا أعرف أنك لم تبدأ المداخلة، لذلك أرد على كلامك أخي هيثم. أنت انظر عزيز، أنت أخي هيثم تمثل الغالبية المسلمة، منكم أكثر من مليار. أنا لا أمثل إلا نفسي واجتهادي فقط الضعيف. لا، ليس هذا ما أعني. ركز معي أخي هيثم. أنت الكلام الذي تقوله ستجد له مؤيدين بمئات الملايين. نحن القلة. فأنت عندما تضع منشورات على الفيسبوك أو في صفحات إسلامية التي أعداد المنضمين إليها بالآلاف ومئات الآلاف، فأكيد أنك ستجد. وما دخلك بالعدد أنت؟ يعني إيه القضية عندك؟ اتركني أكمل الفكرة. فأكيد أنك ستجد تأييد كبير، وستجد إعادة نصر والشير وكل هذه الأمور في المجموعات، وكأن يعني يكون عندك إحساس أو عند المسلمين إحساس أن ما ينشر من الصفحات الإسلامية، الباحثون المسلمون الباحثون البوتسوانيون، فيكون عندهم إحساس أن ما يقدمونه هو العلم والشيء صحيح. يا كافر مغربي، إيه اللي يزعجك في كده؟ أنا لا يزعجني، أنا أرد فقط. طيب أنا لا يزعجني. يعني لو أنت عندك خطأ عند هيثم، هات هيثم وحاوره. لكن ما المشكلة عندك أن أقدم فيديو؟ أنت تقدم مئات المناشير، هل أرد أنا على كل منشوراتك؟ أنا لا أهتم. ما دخلك أنت بمناشيري، وما دخلك أنت أصلا بمناشيري، لأنك ترد على إذا عندك إشكال مع هيثم طلعت في نقطة، قل أخي يا هيثم أنت تريد في كذا. أخي هيثم أنت الآن تريد الكلام فقط من أجل الكلام.
أنت نعم تريد نعم الآن الكلام من أجل الكلام فقط، لأنك نعم لا نعم تسمع أصلا انتظر ما أقول. هشام، انتظر. شوف، فكرة الدكتور هيثم كانت واضحة. إذا كانت عندك أي مراجعة في المسائل التي يقدمها الدكتور هيثم في قناته أو في صفحته على الفيسبوك، هو يحيلك على الخاص، تصل به في الخاص وتذاكر معه تلك المراجعات أو تلك الإشكاليات. فهمت؟ هذه الحاشية كان ينبغي للدكتور هيثم أن يرجئها إلى آخر المناظرة. الآن لا دكتور بأس. هيثم، طيب تفضل. أعتذر. نعم. تفضل بارك الله فيك، 10 دقائق اختم بها المناظرة. بارك الله. طب قبل أن أنهي، هل لك تعليق يا كافر المغربي ولا أبدأ مداخلتي؟ أنا لي تعليقات كثيرة لكن لا بأس، تفضل. لا لا، ما في مشكلة إطلاقا. لا تفضل، أنا وقتي أصلا ضيق، تفضل مداخلتك خيرا الأخيرة خيرا هيثم، إن شاء شكرا. الله خير. طيب يبدأ. أبدأ على بركة الله إن شاء الله. نعم تفضل، بدأ الوقت. بسم الله والحمد لله. طبعا حد الردة 80% من كلام هيثم لا علاقة له بحد الردة، لأن الشبهة انتهت أصلا يا كافر مغربي بفضل الله في أول مداخلة، وبينت لك أن الأحاديث التي أنا ذكرتها صحيحة والتي أنت ذكرتها لم تكن أحاديث صحيحة. هذا ما بينته أنا، فمن البديهي بعد أن انتهت الشبهة بفضل الله أن نكمل بقية النقاط. المرتد كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله. وفي الحديث الآخر: التارك لدينه المفارق للجماعة. فهنا نقل ولاءه وانتماءه وسلاحه وقيادته لأمة أخرى. ولذلك المرأة المرتدة لا تقتل. لذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلني بيعتي، لم يقتله صلى الله عليه وسلم. لم يقتل صلى الله عليه وسلم كثير، مثلا عبد الله بن سعد بن أبي السرح، مع أنه ارتد ولكنه عاد بعد فترة، وغير ذلك كثير. هذه القضية تتسع جدا. وأيضا الذين كان يعلم أنهم كفار وقالوا والله إنما كنا نخوض ونلعب، فهؤلاء أيضا لم يقتلوا. فهذه مسألة معلومة ومعروفة. ولا إذا سميت أن هذا ما أقوم به الآن هو تبرير فسميه كما تحب، لكن صراحة الأمر بين بفضل الله عز وجل وجلي وواضح. والأحاديث التي أنا ذكرتها بحمد الله عز وجل صحيحة، وأمامكم الآن الموسوعة الحديثية. ادخلوا ونقبوا وفتشوا الكتب، فبيننا وبينكم الكتب وليس هيثم أو هشام أو غيرهم من البشر. نحن كلنا، وأنا أسأل الله أن أكون باحث عن الحق لا أكثر. أيضا هشام يقول: الإلحاد ليس دين، عدم الإيمان بوجود آلهة فقط هو الإلحاد. هذه الكلمة كارثية. عدم الإيمان بوجود آلهة له التزاماته، له تبعاته. عندما يقول طالب: أنا لن ألتحق بهذه الجامعة وسأتركها، هل سيذهب ويقول للجامعة: لماذا أنا رسبت، أنا فقط تركت الجامعة؟ كل فعل له تبعات وله التزاماته. أنت نقضت الإيمان بالله عز وجل، إذن ملزما تلزم بأن مصدرك المادة الحتمية الصارمة، والمادة لا تعرف خير ولا شر ولا قداسة ولا نجاسة. أنت تقول العلم نتعرف منه على ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي. طبعا هذه كلمة خطأ جدا، لأن العلم لا علاقة له بالأخلاق. العلم كما يقول شرودنجر، وهو أبو ميكانيك الكم أو شرودينر كما ينطق، يقول شرودنجر أن العلم إذا تعامل مع القيم الأخلاقية فنحن نستمع إليه كبهلوان، نستمع إليه كأرجوز، نستمع إليه لنضحك. ده كلام شرودنجر في كتابه الطبيعة والإغريق. نستمع إليه لنضحك لا لنأخذ كلامه على محمل الجد. فالعلم لا علاقة له بالأخلاق والقيم الأخلاقية. القيم الأخلاقية أصلا ضد العلم، لأن العلم هو المصلحة المكتسبة من الرصد المادي، لكن القيم الأخلاقية هي التضحية بالمصلحة الشخصية، هي التضحية بالمصلحة الذاتية. معنى الأخلاق في أصلها هي التمرد على المادة، أي أنها ضد المادة، ضد الإلحاد، ضد العلم ذاته. نعم، وهذا يقوله كثير من أساتذة الأخلاق في الغرب فضلا عن غيرهم من المسلمين. فالأخلاق في أصلها ضد المادة وضد القيم المادية وضد المعنى. أنت تقول ما علاقة هذا بالمناظرة؟ أنت تتحدث عن حد الردة كقيمة أخلاقية أنت تراها خطأ، فلا بد أن نتحدث عن الأصل: ثبت العرش ثم انقش. فالقيم الأخلاقية لا تستطيع إطلاقا أن تثبتها من واقعك المادي. إذا كنت ملحدا صحيحا وإذا كنت ابن المادة فلن تعرف أن حد الردة خطأ أو صواب، سيكون الأمر عندك محايد وبارد. لن تعرف أن قتل كل البشر خطأ أو صواب،
أيضا قلت كلمة مضحكة صراحة وأعتذر عن هذه الكلمة، قلت لا تقتل المرتدة بل تسبى. هذه الكلمة لا يعني صراحة أنت فاجأتني بهذه الكلمة، لأن في الإسلام السبي لو أن امرأة كافرة سبيت، هذه المرأة أصلا لا يجوز الاقتراب منها، لا يجوز وطئها. وهذه الكلمة ربما أنت أيضا غير ملم بها، وهذه المسألة مهمة جدا، أن السبي لو امرأة كافرة لا يقترب منها مسلم، لا تنكح ولا توطأ كما عليه الأئمة، وهذا الذي عليه بالمناسبة الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية. اكتبوا في مواقع البحث حرمة وطء الأمة الكافرة، اكتبوا هذه الكلمة فقط، واقرأوا من موقع مثلا إسلام ويب، وهو يأتيكم بالأدلة أن الأئمة الأربعة المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة يحرمون وطء الأمة الكافرة، لا تقترب من أمة كافرة إطلاقا، لا تنكح إلا المرأة المسبية إذا أسلمت، فإسلام المرأة أو كانت كتابية أو ما إلى ذلك، هذه الأمة هي فقط التي نستطيع أن نتعايش معها. أما الأمة الكافرة فتكون في مكان خاص بها إلى أن ترد إلى أهلها أو تفدى بأسيرات المسلمين، وهذا كما قال ابن قدامة: من حرم نكاحهن يحرم وطئهن بالسبي. وكما قال النووي: وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وما خالف ذلك فهو شذوذ. فهذه المسألة مهمة، لأن كثير من الملاحدة يطرح مسألة الإماء ويظن أن المسألة شهوة، وهذه كارثة، لأن الأمر لو كان شهوة لأجاز لنا الإسلام أن نطأ الأمة الكافرة، ولا يجوز في الإسلام وطئ الكافرات، وهذا الذي عليه الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة. وقد قال ابن عبد البر: وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وأئمة الأمصار. أيضا أنت قلت مسألة الطفلة الصغيرة فيه مضرة، إذا تضررت الطفلة الصغيرة لا زواج لها، لا ضرر ولا ضرار. شرط النكاح هو عدم الضرار، شرط النكاح في الإسلام هو الإطاقة، إذا أطاقت المرأة النكاح تزوجت، بغض النظر عن السن أو ما إلى ذلك، لأن مسألة البلوغ مسألة نسبية وغير منضبطة، ربما تكون بالغة وعبيطة، ربما تكون بالغة ولا تفهم شيء. فمسألة البلوغ التي يريد الملاحدة أن يدخلون فيها مسألة غير منضبطة وتافهة. فالإسلام يتعامل مع الإنسان وليس مع الوظائف البيولوجية، الإسلام يتعامل مع البشر من كونهم بشر. أنت قلت أيضا مسألة أخرى مهمة أنت ذكرتها عن أدخلت حديثين في بعضهم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلت طينتم عليه ثلاثا في سنن مصنف ابن أبي شيبة، وطبعا أنت أدخلت حديثين في بعضهم ثم خرجت منهما بخطأ ظاهر. فحديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسند الفاروق مجلد 2 صفحة 458، قال عمر في مسألة فتح تستر عن القوم الذين ارتدوا وحاربوا المسلمين، ارتدوا وحاربوا، قال: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. فلما سيدنا أنس بيسأله يعني دول ارتدوا وحاربونا، قال: كنت عارض عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن. إذن هذا هو الحديث الأصلي. أما أنت أدخلت حديث أبي موسى الأشعري في هذا الحديث فخرجت باستنتاجك، ربما أنا أراه استنتاج خاطئ صراحة جدا. فالحديث صحيح، والحديث عن القوم المرتدين المحاربين، ومع ذلك سيدنا عمر يقول أيضا مع أنهم مرتدين ومحاربين نعرض عليهم الإسلام وما إلى ذلك، فإن لم يعني يقوموا بذلك يستودعوا السجن ليكفوا شرهم عن المسلمين. أنا صراحة فقط أود أن أنوه في الأخير، لأنه لم يبقى لي إلا دقائق قليلة، أن خطر الردة من أخطر ما ينتظر أي أمة من الأمم. فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه وفكره إلى أمة أخرى تماما، ويتحول إلى كلب حراسة للأفكار المغايرة والمخالفة، ولا أقصد شخص بعينه بهذه الكلمة طبعا، لكن يتحول بالفعل إلى شخص يدافع بشراسة عن أمة أخرى غير أمته، وينسب لأمته أي نقيصة، ويسحب عن أمته أي فضيلة. وأنت حتى يا كافر مغربي انظر إلى أحوال المرتدين، تجدهم يفرحون جدا لأي خبر يسيء إلى أمة الإسلام. أنت انظر بنفسك، يعني دعني أترك هيثم جانبا وانظر بنفسك وتفحص أمرهم. ويغضبون جدا إذا سمعوا أن فلان يعني متفوق أو كتب بحث أو عمل مشروع فكري أو ثقافي أو علمي أو سيطرة فكرية،
هذه الأمور تسيء جدا إلى الملاحدة وتجعلهم لا يحتملونها ويبحثون عن مبرر. لماذا؟ لأن بالفعل يعني المرتد فعلا مشكلة كبيرة، وإشكالية المرتد للإنسان الذي يدرس الأمر بتقصي وتأني يجد أنها فعلا إشكالية كبرى، لأنه يدمر لحمة الوطن وينقل ولاء إلى أمة أخرى ويريد الانفصال، والفرق بينه وبين أي مجرم هو فقط أنه لا يملك السلاح. فهذه الصورة بهذه النمطية صراحة مزعجة، وصراحة تجعل الإنسان يعني يتضجر كثيرا، ويعلم أن مسألة الردة ليست بالمسألة اليسيرة كما يتصور وكما يتخيل. فالإسلام بفضل الله عز وجل لا يوجد فيه إلا العز والشرف، ولا يوجد فيه إلا الخير كله، وشرع الإسلام عدل كله ورحمة كله وأمان كله وعز كله. لكن السفسطة والكلام الذي يعني لا ينحسم هذا لا ينتهي، وهذا سيظل إلى يوم القيامة من يقول عندي شبهة وعندي ما إلى ذلك. لكن بفضل الله أهل العلم يقومون بالأمر على وجهه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. شكرا. نقطة، لحظة. نعم. وقت انتهى يا سيد؟ نعم انتهى وقتك. نعم، خيرا حبيبي إن شاء الله. لكم الله قد. السلام عليكم. انتهت المناظرة. طيب لحظة، عشان أنا يبدو أن في جاي لي رسالة خاصة من كافر مغربي، أقرأها حتى ربما يرسل لي شيء أنا لا أعرف. لا، لم أرسل نعم. لك شيء عزيزي. طب خيرا إن شاء الله، خيرا. تمام. أنا كنت أحدد الوقت. نعم. نعم، خيرا خير. طب لحظة، أرسل لكم الآن، أنا حتى لا أعرف كيف أضع هنا رابط. أرسل لكم الآن رابط بتاع الخاص بالنمسا على هنا على السكايب. خلاص ارسله. نعم. طيب هل أخ هيثم، هل نعم. عندك مانع أن أعمل فيديو تعليق على هذه المناظرة؟ أردت أن تعلق، علق معي. قل يا هيثم أنت أخطأت في كذا ونتحاور فيها. لكن أين الاستفادة؟ الله أكبر. إذا أنت تريد أن تدلس. لا، أنا لا أنا أريد أن أسألك ولا أدلس. أتهمك. أنا انظر عزيزي، أنا إن لا تكلم. أتهمك، أنا أسألك فقط، هل أنت تريد أن تخطئ في مثلا في الكلام؟ إذا عندك دعني أوضح. نقد تقول يا هيثم أخطأت أنت في كذا. دعني أوضح عزيزي. نعم. نحن الآن في هذه المناظرة تكلمنا، أليس كذلك؟ أنا ذكرت، أنت ذكرت أحاديث، أنا رددت على هذه الأحاديث، أنت عقبت، أنا عقبت. لكن لو نسأل الناس الذين سمعون الآن سيقول لك لا أدري من المحق من غير المحق، من قال، من الذي قال. الحق بين، الحق بين. لا، هو أنت تظن ذلك. وصل؟ لا، أنت تظن ذلك عزيزي. لا، لم يصل. الرابط وصل. هل وصل لك؟ وصل الرابط؟ وصل. نعم، افتح الآن الرابط. لحظة. أيضا جريمة المنكر الهولوكوست في النمسا 20 سنة سجن. كذلك في فرنسا. نعم. أين الرابط عزيزي؟ نعم. أين الرابط؟ هل وصل سيد؟ وصل. والآخر وصل أيضا؟ نعم. نعم. طيب، فإذا عندك نقد لأي مسألة قل لي يا هيثم يوم كذا نتحاور في مسألة كذا. لا، أنت لم تتركني. دعني أكمل. عندما نتكلم كلام فقط دون وضع مراجع على الفيديو، تجد المرجع كذا وكذا ويمكن أن تذهب وتبحث أحسن. مراجعي بالصفحة والكلمة والموسوعة الحديثية أمامكم، وإذا أخطأت والله سأخرج إن شاء الله عزيزي هيثم، أخطأت أو كذبت، والحمد لله رب العالمين الذي يعني يتحدث عن الإسلام. طيب، يعلم إذا كنت الإسلام فلا يكذب ولا يحتاج إلى أن يكذب على عزيزي هيثم الله عز وجل. الحرب خدعة. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفحش. الحرب خدعة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلسنا الذي ننشر يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكذب. سأنتظر حتى تنتهي من كلامك. نعم، قلت ما عندي. تفضل يا هشام. طيب، إن كنت أنت تظن أنك على حق وأن كل ما جئت به اليوم هو الحق. لست أظن. الإسلام حق لا يقبل الباطل، وغيره باطل لا يقبل الحق. جميل، رائع. إذا كنت أنت موقن بأن ما جئت به هو الحقيقة الدامغة 100%، ما الذي سيزعجك في فيديو أضع فيه المراجع؟ لأني المفترض أن الأحبة يقولون لي يا هيثم حاول أن تضع فيديو آخر. ليس عندي هذا الوقت لهذا المونتاج وهذا الإخراج وأنا أصلا يعني مسألة الإخراج وهذه تحتاج إلى يعني عمل ووقت كثير، وهذه مسألة تحتاج إلى إتقان أيضا. فيعني إذا أنت عندك أي نقد لأي مسألة أرسل لي عن طريق أخونا سيد إذا يعني لم تحبب أن ترسلني مباشرة، ولا إشكال، الحمد لله رب العالمين.
أنا لحد أظن الآن الأمر لا أفهم يسير. لا أفهم أين هو الإشكال. أنا إذا كان كلامك هو حقيقة 100% وأنا أضع فيديو فيه تدليس وكذب، فسيكون الفيديو هو ضدي، لأن أي مسلم سيطلع على المراجع، لأنني سأضع المراجع، لن يكون كلام من عندي. سأثبت لك في ذلك. نعم، يعني أنت مثلا نعم. ذكرت، وهذا أنا سمعت فيديو لك ومقطع ثواني أو دقائق من فيديو آخر، أنت تقول هيثم مهندس كراكات وما إلى ذلك. طبعا والله أنا حتى أخشى أن يكون في الأمر حظ نفسي يعني. لكن سريعا، ما تعريفك أنت مثلا للداتا دريدجينج؟ تتكلم عن دريدجينج، ما هو تعريفك لها؟ dredging. نعم. data dredging. نعم، ما تعريفك لها؟ نعم، هي تجميع المعلومات أو التنقيب عن المعلومات، البيانات. طيب إذا أنت لم تترجم الكلام صحيح. أنا لم أترجم شيئا. وما إلى ذلك، يعني هذا مثال. هل شاهدت الفيديو؟ أنا لم أترجم شيء. أنا لم أقل عنك أنك مهندس كراكات، لم أقل ذلك. أنت قلتها الآن. لا، أنا لم أقل ذلك. إذا عندكم مشكلة في الترجمة. عزيزي، ما معنى أنا لم أترجم. ما معنى ديتامينينج؟ ما معناها؟ عزيزي الكريم، أنا لم أترجم. لا هل شاهدت ما الفيديو؟ معنى ديتامينينج؟ عزيزي، هل شاهدت الفيديو؟ لا، أيوة سمعت بعض أجزاء والله منه فقط. طيب أنت أعد المشاهدة الفيديو. معنى ديتامينينج يا هشام؟ أنا قلت لك داتا مايننج هي التنقيب على المعلومات، البيانات، هذه بالإنجليزي. كلمة أخرى. نعم. أخرى هذه. كيف؟ data mining or data dredging نفس الشيء. dredging or mining is the same thing. نعم. data mining ليست تعدين كما أنتم ذكرتم. أنا لم أتكلم عن تعدين. منجم كما أنتم ذكرتم. هذا خطأ. ربما أنت لو لست بيولوجي، أنا لا أخصك صراحة، لكن لو لست بيولوجي لا إشكال بالنسبة لي إطلاقا، فهذا يعني مصطلحات خاصة بالبيولوجيين. لكن كونك لست بيولوجي لا يعني أن تتدخل في البيولوجيا. فأنا لو سألتك سؤال مثلا الفرق بين الRNA والDNA، أنا أجزم أنك لا تعرف. أنا لست بعالم بيولوجيا وأنت لست بعالم بيولوجيا. لا، هذا سؤال ألفاء بيولوجيا. أنا لست بعالم بيولوجيا. ما الفرق بينهما؟ أنا أسألك الآن. أنا لست بعالم بيولوجيا. هذا خارج مجال. تدخل فيما لا تجيد. هذا سؤال ألف بيولوجيا. أنا لم أعمل محاضرة في البيولوجيا. يعرفه أي طالب دارس أحياء ألف باء. عزيزي هيثم، يعني هل تسمع عزيزي هيثم الفرق بين إذن عندما تنتقد عزيزي لابد هيثم أن تلم بألف باء البحث الذي أنت تنتقده، وإلا فالأفضل أن تصمت، لأن صراحة وجدت الفيديو كارثي، فيه أخطاء كارثية. طيب بين الأخطاء التي فيه، بين الأخطاء التي فيه. وليس ما أين عندي الإشكال؟ وقت أن أرد وأقول هذا جهل وهذا خطأ. هذه مشكلتك عزيزي. يعني أعتبر هذا حظ نفس لا، هذه مشكلتك عزيزي. أنا عندي أطفال. وثق من نفسك وقول لي يا هيثم. طيب سأنتظر حتى أنت كتبتها. سأنتظر حتى تنتهي. نعم. فأنا أقول كلامي ملخصه، يعني إذا أنت عندك إشكال في مسألة معينة، قل يا هيثم أنت أخطأت في نقطة كذا. يعني أنت مثلا ذكرت أن كارل بوبر يقول أن نظرية التطور اسمه بوبر هو أصلا نمساوي، فأنه تنطق بالإنجليزية بوبر. لا هو اسمه ألماني ليس إنجليزي. هو بوبر. كارل زيغموند. له نصف نمساوي. المهم يعني لا تخش في التفاصيل حتى لا تضيع. أنت عملت فيديو. أنت عملت هشام، لا تشتت الكلام. عزيزي هيثم، أنت عملت فيديو. لحظة، أنت اللي طيب أنت تريد الكلام وحدك، لا تريد تعقيب. أنت قلت أن كارل بوبر له لماذا لا تريد أن أعقب؟ لماذا لا تريد أن أعقب؟ تعرف ما قاله في كتابه Evolutionary Epistemology، في كتابه عندما قال بالحرف أن لحظة يا كافر المغربي، أنت ليه ارتبكت لما ذكرت هذه الكارثة التي أنت ذكرتها؟ وللأسف الشديد أنت تخطب خطبة جمعة، لا تريد أن تسمع مني. أنك تكتب لحظة أنهي كلامي أولا. أنت تخطب فقط. لحظة، أنت ليه ارتبكت؟ لحظة، أنت اسمع كلامي الآخر. لو أعدت كلمة ارتبكت 100 مرة لن تزعجني عزيزي. أنت قلت أن كارل بوبر له أن كارل بوبر له ألماني. لحظة، أنت لا تحاول أن تصفصف الكلام. اسمه كارل زيغموند بوبر ليس بوبر. يقول في كتابه Evolutionary Epistemology بالحرف أن، وهذا آخر كتاب كتبه سنة 1993، كتبه قبل أن يموت بشهور قليلة، قال أن نظرية التطور توتولوجي هذا الكلام رددت على هذا الكلام. رددت عليه. اصبر يا هشام، اصبر، انتظر. أنت تعيد نفس الكلام. رددت على هذا الكلام. قال بالحرف الواحد أن هذه المسألة، وهي أن التطور توتولوجيا يوجد لدى داروينيين عظماء أمثال جون هالدين، رددت على هذا الكلام. رونالد فيشر هذا
لو أنت لا تعيد نفس تعرفه الكلام، رددت هو على هذا الكلام، رددت عليه. لحظة واحدة، عندما سئل دوكنز من هو رونالد فيشر قال هو أعظم بيولوجي بعد داروين. عندما يوجد هؤلاء، ويقول كارل بوبر في آخر كتاب له تقتطع أن الكلام. هؤلاء عمالقة الداروينية، عمالقة التطور، يجدون بالفعل مأزق في التطور. هذا كآخر كلامه. عندما تقول أنت أن هيثم أخطأ، أن بوبر لم تكن له مراجعات، فهذه كارثة عندك. لا في كارثة القراءة. عندك أنت تجتث الكلام من سياقه. مواقع توك أوريجين وغيرها، لا تقرأ إلا من توك أوريجين أو غيره، تنقل لا. منهم حرفا. أردت على كل هذا الكلام. أنت تعيد كلام كتاب Evolutionary Epistemology وكتبه بالاشتراك معه، لو رجعت إليه من الكتاب، اقتبست من الكتاب ورددت على كلامك من الكتاب. إشكالية عدم تقصي للبحث المحايد. أنت تتكلم من أجل الكلام فقط. هي تضخيم الكلام وإطلاق رشاشات، الكلام من أجل الكلام فقط. أنا سألتك 3 أسئلة في هذه المناظرة لن يتوقف. أكون على يقين أنه لن يتوقف، سيتكلم بدون توقف، بدون توقف. يعني مثل الأسطوانة المصروخة سيتكلم، سيعيد علينا، سيقرأ علينا جميع منشوراته في الفيسبوك الآن دون توقف، لن يترك لي أي فرصة في أي شيء. هل ممكن أن أتكلم كلمة واحدة، أو تريد فقط أن تعيد نفس الكلام الذي رددت عليه مرارا وتكرارا؟ سؤال. أنهيت كلامي، تكلم يا هشام. عجيب، يعني كنت كل مرة تقول ارتبكت ومحاولة أن أتعصب شيء. أنا لا أتعصب، يعني كن على يقين، كن في راحة تامة. ولا أريد أن أعصبك أصلا. كن في راحة تامة. لكن هذه نعم. ستتركني أتكلم أم لا؟ طيب. نعم. قلت بأن هذه مسألة فيها تشتيت للحوار، لكن العجيب أنك ذهبت وعملت فيديو وعاتبتني في نطقي لاسم كارل زيغموند بوبا. عاتبتني، عملت فيديو، يعني عملت مجهود. قلت بأن يتعبك عمل فيديوهات وفيه مجهود وفيها. أنت عملت فيديو تعاتبني فيه على نطق كارل زيغموند بوبا، يعني أنت لا تعرف أصلا أن الاسم ألماني. وذهبت إلى محرك بحث ترجمة ووضعت كلمة بوبا ونقرت على الزر لتقول لك الأخت الفاضلة الإنجليزية أوتوماتيكيا تقول لك بوبر هو اسمه ألماني. أنا أنطق الاسم بالألماني، هو اسمه كارل زيغموند بوبا مثل هتلر. هذه لا تقول بوبر أو حتى يعني تعاتبني أن نطقي هو فرنسي. لو كان نطقي فرنسي لقلت إذن هذا آخر ما عندك يا هشام. لقلت بوبر، لم أقل كيف؟ بوبر وبوبا. بالمناسبة الاصطلاح اللغوي للمعنى العلم لا يغير. كيف؟ عندما نقول سعيد بالإنجليزية سعيد وليس سعيد. لا، هو سعيد، اسمه سعيد. الاصطلاح اللغوي للعالم بين اللغات لا يغير. كارل بوبر بالإنجليزية، نعم بوبا بالنمساوية بالمناسبة ليس بالألمانية، لكن سعيد عندما تقال بالإنجليزية لا تقال سعيد، لا تقال سعيد. يعني تريدني أن أقول بوبر؟ يعني تريدني أن أقول بوبر رغم أن اسمه بوبا؟ هذا آخر ما عندك. لا انتظر عزيزي، انتظر. أنا لم أكمل. أنا هذه كلمة كانت على الهامش فقط، ليست أصلا بيت القصيد. لا خليك بالأخي سعيد. أنا اتركني هو لم يتحدث عن بيت هذا الكلام، وتحدث كل هذا كلام هامشي. تفضل يا شيخ. لا كلام هامشي لدرجة أنك عملت فيديو لتتكلم عنه، فهو هامشي جدا. في مسألة أنا تحدثتك 7 تحديات في هذا الفيديو وأنت لم تجب عن تحدي واحد. ستعيد مرة أخرى منشوراتك التي رددت عليها. أنا رددت. أين استطاع داروين عزيزي سعيد، سأتوقف لأنه لن يترك لي أي فرصة في الكلام. تجب عن هذا التحدي. تكلم وحدك أخي هيثم، تكلم وحدك. أنا عندي التزامات. تجب عن هذا التحدي. هو التحدي في الفيديو. وبعد هذا بكل أنتم ترون الآن طريقته، وبعد ذلك يقول إذا عندك إشكال تعال حاورني. كيف تحاور شخصك هكذا بهذه الطريقة؟ عزيزي سعيد، طيب أنت ضربت كل شيء في مقتل هيثم، ممكن الآن أن تذهب وتبتهج بأنك نسفت كل شيء والإلحاد نسفا وكل شيء إلا بحث الحق. نعم الآن ستعود إلى دغدغة المشاعر الإيمانية الآن أنك الحق مع الحق. طيب عزيزي سعيد، شكرا على التسيير الجميل. لا أجب يا هشام والله لن أتكلم إلا أن تجيب عن هذا التحدي. أنت لا تتكلم عزيزي هيثم، أنت لا تتكلم الآن تتراجع وتقول لا سأترك تتكلم. أنت لا تتكلم أصلا، أنت تقرأ من مناشير. انظر لم أتكلم كلمة واحدة. دكتور هيثم، كل هذه المنشورات التي الآن تقرأ منها ماذا قال كارل زيغموند بوبا، كل هذا الكلام الذي تقول رددت عليه في الفيديو.
أنت تجتث كلام بوبا، لا تتكلم عن ما قاله. قلت هذا الاقتباس الذي ذكرته أنه كان يعتقد بأن نظرية التطور عن طريق الانتخاب الطبيعي أنها توتولوجيا، قال هذا الكلام، لكن بعد ذلك غير رأيه في نفس الكتاب. يقول بعد ذلك بأن كنت أعتقد كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك غيرت رأيي فيما يخص نظرية التطور. أنا ذكرت هذه الأمور في الفيديو لأن الفيديو يظهر المراجع. ذهبت إلى كتاب بوبا ووضعت المراجع، لكن أنت لا تنصت، يعني وكأنني لا أعمل فيديو، فأنت تذهب وتقول منشور بعد منشور بعد منشور. ما عندك؟ نعم، أنا كنت أرد على جميع منشوراتك في الفيسبوك. لحظة أجيبك الآن، أجيب. كارل بوبر يقول بالحرف في كتابه Evolutionary Epistemology أن all tables are tables، كل الطاولات طاولات. هذا ما تنتهي إليه نظرية التطور. لا تسمع ما أقول. لحظة استنظر، أنت لا تسمع ما أقول. لحظة، أنا كما تركتك اتركني لحظة واحدة. أنا لم أكمل يقول أصلا. بوبر أن التطور، لحظة يا هشام انتظر، ارتبكت. سأترك لك إن شاء الله. ارتبكت. لحظة دكتور هيثم يقول لحظة يا هشام، لحظة. يقول بوبر ارتبك. بالحرف كل الطاولات طاولات. كيف نستطيع أن نجزم أن الأصلح هو الذي سيبقى؟ دكتور هيثم، لأن الذي سيبقى هو الأصلح. هذا استدلال دائري. تابع هذا لا الكلام. ينضبط بدليل. نعم، وهذا آخر ما قاله. لا ليس آخر ما قاله. اقرأ في الصفحة القادمة بعد هذه الصفحة التي قال فيها هذا الكلام. قال هذا كان موقفي قديما وغير رأيه بعد ذلك. أنت تجتث الكلام من سياقه. اذهب إلى الكتاب. أنا أعرف أنك لم تقرأ الكتاب، فأخذت بعض الصفحات فقط لأنك لم تعرف أصلا أن بوبا هو اسم ألماني. نعم عزيزي. اسمعني، لو كنتم تريدون أن تعدوا لمناظرة في التطور كان أنا لست عالم بيولوجي لأعمل مناظرة في التطور. أنا أوافق. تكون لا هو انظر عزيزي سعيد، أنا لست بعالم بيولوجي ولست مثل الناس الذين يعملون مناظرات في البيولوجيا وهم ليسوا من أهل الاختصاص. إن كان الدكتور هيثم عالم بيولوجي يعمل مناظرة مع عالم بيولوجي، أنا لست بعالم بيولوجي. كلامك واضح. قدم شخص متخصص في التطور عالم بهذه النظرية وبتفاصيلها يناظر دكتور هيثم. أنا لا أعرف سعيد الآن. لحظة يا سعيد، الآن أمامك أرسل لك الرابط الآن. كارل بوبر نمساوي وليس ألماني، هذا أولا. قلت الاسم ألماني، لم أقل أنه. لحظة. ارتبك. النقطة الثانية، اسم ألماني. النمسا تتكلم الألمانية. الفرق بين الدي ان اي والار ان اي، من الأفضل أن تترك المجال وتقول هيثم ينتقده شخص يعني يدرس تطور أو ما إلى ذلك. لكن أنت لا يعني تعرف أنت طبيب بشري أصبحت عالم بيولوجي. أعطني ورقة علمية يعني تشفير جيني لبروتين وظيفي واحد ظهر بالفجأة داخل أحد الكائنات. طبيب بشري أصبح عالم بيولوجي. اسمعني بارك الله فيكم، اسمعني. أنا لم أقل أني عالم بفضل الله. طيب أنت لست عالم بيولوجي، لماذا تناظر في التطور؟ أنت لست من أهل الاختصاص. يا إخوان، الأصوات تتداخل والمواضيع يعني أنا أخي سعيد، أنا عزيزي سعيد، أنا قلت لك عندي التزامات، لا يجب أن أذهب. أنا أستسمع، لكن يجب فعلا. يا هشام، أختم هذه المناظرة 30 ثانية إن شاء الله. تمام؟ انتهت المناظرة منذ زمن بعيد. لحظة. المناظرة انتهت. ماذا تريد أن تحكي؟ لحظة يا هشام. هذا عرض مفتوح. ارتبك. أي زميل يرسل لي ورقة بحثية محكمة على حسابي الخاص على الفيسبوك تثبت ظهور شفرة لبروتين وظيفي واحد داخل أي كائن حي على الإطلاق ظهر فجأة، وهو هذا يسمى يعني أول لبنة في بناء التطور، أول إثبات تجريبي على صحة النظرية. أنا صدقني سأخرج هنا وسأكتب أو أقول فيديو على قناة اليوتيوب أني لن أتحدث في التطور مرة أخرى. فإذا نسف نظرية التطور. كان التطور لا يستطيع أن يأتي بورقة علمية واحدة محكمة تثبت ظهور شفرة البروتين الذي أول شيء في بناء المبنى الوظيفي، فهذا يعني أن النظرية خارج إطار الرصد، خارج إطار العلم. النظرية هي من أي موقع خلقي نقلت هذا الكلام؟ نعم لك سعيد. هشام، هل أنت تعتقد بأن نظرية التطور حقيقة علمية؟ نعم، حقيقة علمية. نعم، التطور حقيقة علمية. إذا أعطيني الورقة. إذا لك الحق أن تجيب عن أسئلته. لا
انا لست بعالم بيولوجي، انا لست عالم بيولوجي، انا اقبل الدليل العلمي اذا كانت لست عالم بيولوجي. عزيزي سعيد، عزيزي سعيد، عزيزي سعيد، لا يمكن ان تتكلم مع انسان لا يتوقف عن الكلام. انا سانسحب، شكرا. اذا تؤمن بالتطور عزيزي هيثم، انتصرت، نسفت الالحاد والعلم كل شيء. شكرا. يا مغربي ركز معي، ليست القضية انتصرت. هي انتصار وهزيمة وصح أنا أقول هيثم هذا الكلام لا يسمع. أنا يا هشام أنا أقول له أنه انتصر ونسف الإلحاد ولا يتوقف عن الكلام، يعني كلام فقط من أجل الكلام. طيب سأدعك تكمل الكلام مع سعيد. شكرا. سأظهر وأقول لك أنت وسعيد. تحياتي أخ سعيد، شكرا على التسيير الجميل. شكرا، سلام. نعم. اسمع اوكي الاخوان اللي تقلق ولا ما عجبوش الحال، انا اسف جدا. ف ما عندنا كي نديروا، هذا هو ما عندنا واش غادي دير، يعني ما عندك ما دير. المهم نخلي داك الشيء بلا تعليق وصافي. الاخوان راه غادي ندير تعليق على المناظره طبعا، لان ماشي المشكله انني ما باغيش نهضر مع المراجع، ولكن كما شفتوا يعني انا تنتكلم في الشرق وهو تيتكلم في الغرب، فضروري خصنا نحطوا داك الشيء في فيديو. ففي الفيديو تيبان المرجع، يعني تقدر تمشي ليه ديريكت، ها هو المرجع، ها هو الحديث اللي هضر عليه، وتشوفوا واش هذا الحديث هذا صحيح، واش ضعيف، واش كاينه احاديث اخرى. يعني بالفيديو تيبان داك الشيء حسن. دابا نتوما الا سولتكم دابا على حديث عمر تقدر تقول لي ما نعرف اخويا، ما يقدر يكون صحيح، يقدر ما انا ما المهم هو قال هضره، انت قلتي هضره، ما نعرف اخويا، ما فهمناش. فلكن الا حطيتي الفيديو تيبان لك ها الاحاديث اللي كاينه، ها فين كاينه، ها شنو قالوا عليها العلماء، ها شنو قالوا عليها المحدثين، وصافي. ومن بعد ديك الساعه انت غادي دير الاستنتاج ديالك. الا بان لك بان ذاك الحديث هذاك الهضره اللي قال هيثم صحيحه، مزيان، ما عندي انا حتى شي اشكال. بان لك الهضره اللي قلت انا صحيحه، مزيان، ما كاين حتى شي اشكال. وللاشاره فقط يعني ابشركم بان كاع ديك الهضره اللي جاب ديال الاحاديث وداك الشيء كلها غلطه. المهم انا تنبشركم من دابا غادي ندير لكم فيديو غادي تشوفوا داك الشيء بالدليل، والناس اللي هما من اهل السنه والجماعه ضده، يعني في داك الشيء اللي تيقول ضده، كونوا في الموعد. هذا ما كان. سوري الاخوان ما نقدرش نجلس كثير، انا ديجا طولت بزاف، لان عندي الوليدات باغيين يخرجوا من قبيله وما تيطلعوا عليا، تيقول لك اجي. فاستسمح جدا الاخوان، تهلاو في راسكم وبسلام عليكم. اوكي، شكرا لك. حاول ان الفيديو يكون في اقرب وقت نوستيك. ما نعرفش صوتي كيف. شكرا نوستيك، وحاول يكون الفيديو في اقرب وقت ممكن. حتى انا راني كنت درت واحد الفيديو قصير في الجروب ديال كافي دي مليون، راني كنت لحت فيه التعليق على المناظره ديال الكلام ابن تيميه بخصوص مقاتله الكفار. كنت لحته في الجروب ديال كافي دي مليون. بغيت مي صراحه هو ماشي العيب ديال نوستيك او العيب ديال هيثم، العيب ديالي